وايضا فوز يعني يمكن الهدف الرابع كانت الفرحه اكبر بتسجيل النايف الزازي اللي غاب عن مباريات كاس الملك، اليوم يعود ويحضر بهدف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله واشكر طبعا على هذا الفوز اللي كنا احنا محتاجينه في هذا الوقت، خاصه بعد عوده الفريق الحمد لله بالشباب. والله حتى المجموعه اللي راحت، يعني كانت نور، رضا، ابراهيم، مبروك، منتي، كلهم اللي كانوا موجودين، كلنا بالعكس والله يد واحده وبنجري اتصالات مع بعض لاجل هذه البطوله. والاتصال الاول والاخير بعد الله عز وجل هذا الجمهور اللي انت شايفه ساندنا من بدايه البطوله، ساندنا انا شخصيا بقوه، خاصه الفتره هذه الاخيره. اشكرهم من قلب، اشكر كل من وقف من خلف نايف. وباذن الله ما عاد لنا اي اعذار، ما عاد لنا الكاس ان شاء الله ان جاء الاهلي والشباب. الله يحيي اي فريق نبغاه الان، خاصه بظل النشوه هذه ان شاء الله الكاس باذن الله. تغيير داخل ارضيه الملعب كابتن من الامور الفنيه اتكلم. لا والله شوف بالعكس، اللهم الناس بتعطي وزياده، وهذا هو اللي كان مطلوب. وباخص بالشكر يعني بغض النظر الحمد لله، ابى اقول للجمهور انتم تدعمون يعني بدون دعم اول شيء، فاتمنى ان شاء الله حضورهم كمان في الرياض. ونيابه عني وعن زملاء اللاعبين وعن الجمهور الاتحادي نتحمد الله بالسلامه للاعب نادي الهلال الكابتن عبد العزيز الدوسري، وان شاء الله باذن الله نتمنى له عوده حميده باذن الله. هذا البادره كابتن، الحين صفحه جديده مع الاتحاد ان شاء الله. ان شاء الله، لا بالعكس انا صفحتي مفتوحه للاتحاد دائما، والله بالعكس جديده ولا كانت مشخمطه الباك بورد الاخير هذا مو طبيعي. يدرس. شكرا لنايف هزازي. سعود كريري الكابتن ولاعب الخبره في فريق الاتحاد مع بدر عثمان. بدر تفضل. شكرا لك زميلي بدر، متواصلين باللقاءات كما ذكرت لاعب الخبره بالفريق الاتحادي.